السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. مبدئيا كده عايزه اقول لكم رمضان مبارك علينا جميعا. تاني حاجه عايزه اقول لكم الفيديو ده ولا متحضر ولا مكتوب سكريبت ولا اي حاجه. بصوا انا حرفيا يعني لسه مخلصين تراويح، قلت اما اطلع اتكلم مع اخواتي شويه. عايزه اتكلم معاكم عن حاجات مهمه جدا جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان هي بقى مش قواعد كده، انا هقعد ارغي معاكم. تمام. يا رب الفيديو ما يطولش مني عن 5 دقايق. اول شيء معايا، وان ان الفتره دي انا عارفه فعلا ان هي فتره ضغط كبيره جدا، وانا بتكلم لما انا كنت قدكم كنت بامُر بفترة استغفر الله العظيم يا رب، أنا الحمد لله أنا عدّيت منها الحمد لله، وكده، كده هي هتعدّي، سواء أنت عدّيت أو ما عدّيتش هي كده، كده هتعدّي، فاللي هو الموضوع مش متوقّف عليك أنت. لمّا أنا كنت في الفترة دي أنا ما كنتش لسه بدأت، تمام، يعني بالذات اليوم ده أنا كنت بدأت فعلًا، بس قصدي في شهر 3 عمومًا أنا ما كنتش لسه بدأت خالص. كنت بدأت في أول سنة، ثم حصل لي drop كبير، والحمد لله، الحمد لله ربنا يعني هدى قلبي شوية، وبدأت إن أنا أستوعب. طبعًا ما تخطيتش drop، ولكن أستوعب شوية drop، تمام، وبدأت أفوق شوية لنفسي، أشوف بقى اللي أنا إيه ده أنا عندي ثانوية عامة، وفي مستقبل وفي مذاكرة وفي كلية وفي حاجات كتير مبنية على السنة دي. بعيد إن هي السنة دي فعلًا مش هتحدد مستقبلك، ولكن هي سنة مهمة إن هي بتبين على الأقل جزء مثلًا أو ملامح مستقبلك هيكون شكله عامل إزاي. جالي يوم كده قعدت مع نفسي، تمام، وقعدت افكر انا هعمل ايه بقى، يعني هرتب الدروس ازاي، هقسم الدروس ازاي، هذاكر ايه، هبدا بايه ولا اعمل ايه، واشوف مين وكده. قعدت افكر مع نفسي، والفيزياء بالنسبه لي هي كانت اكبر مشكله، ان انا خايفه ان انا ما المهاش، وخصوصا الانجليش برضو. يعني الفيزياء والانجليش هما المادتين اللي انا خايفه ابدا لما نمشي المادتين دول بالذات، لان بالنسبه لي مادتين الله يسامحهم الله يسامحهم، الحمد لله ان هم عدوا. المهم اروح لمين بقى اساله انا هلحق ولا مش هلحق؟ اروح لبابا. عايزه اقول لكم ان انا بالنسبه لي بابا هو المرجع في اي حاجه، يعني اي حاجه بعملها بابا هو المرجع الاول والاخير بالنسبه لي. كده كده مهما خدت كم من اراء الناس، بحس ان كلمه بابا هي اكتر كلمه مش لازم تكون مقتنعه بيها حاليا، بس فيما بعد انا مجربه، فيما بعد كلام بابا بيطلع صح، حتى لو عدى سنين حرفيا كلام بابا اللي قايله لي من زمان قوي بيطلع صح. تمام. فطبعا رحت اسال بابا، بابا هو انا لو بدات دلوقتي هلحق ولا لا؟ طبعا بساله اللي هو انا طبعا راح بعيط له اصلا. تمام. عايزه كنت في ثانويه عامه بجد، انا كنت بعيط كميه عياط يا لهوي عليا جدا، لحد قال لي صباح الخير عيط له على طول، ما انا ثانويه عامه بقى. فرحت قلت لبابا، بابا هو انا هلحق ولا مش هلحق؟ قال لي لا مش هتلحقي. ماذا بعد؟ وهو قال لي كده بجد، ماذا بعد؟ انا قلت لك ان انت مش هتلحقي، هتعملي ايه؟ هل انت هتروحي تشيلي كتبك بقى وخلاص بقى، خلاص كده انت خلصتي ثانويه عامه، انت كده خلصتي تعليم خلاص، انت بقالك 3 شهور، 3 شهور يعني حوالي 100 يوم، 100 يوم مش كافيين ان انت تلمي فيهم منهج؟ انت بتهزري اكيد. انت لما تدخلي الكليه هتلاقي ان حرفيا بتلمي الماده في يوم، اللي هو حرفيا في امتحان بكره للماده الفلانيه هتقعدي تلمي الماده دي. فقلت خلاص انا هبدا وهعمل اللي عليا، فقط انا هعمل اللي عليا. فكره النتيجه دي انا مش حاطه في دماغي اصلا اجيب مجموع عالي، تمام. بس جبت مجموع عالي خير وبركه، ما جبتش مجموع عالي خير وبركه برضو، اصلا انا كده كده اي كليه انا هدخلها بالنسبه لي حلوه، تمام، لان بالنسبه لي الموضوع في الكليه مش متوقف على المجال اكتر ما متوقف عليك انت. انت هتجتهد في مجال معين هتبقى شاطر، تمام. ده مش هتجتهد في اي مجال، حتى لو دخلت كليه الطب تبقى زي اي دكتور اتخرج، او حتى في ناس بتخش كليه الطب تقعد تسقط، تقعد تعيد 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 لحد ما هي عايشه في كليه الطب حاليا. فالموضوع كله متوقف عليك انت، سواء مجموع عالي او قليل فلازم ترضى باي شيء، تمام. ولكن طبعا انا مش بحبطكم، انا بتكلم معاكم عادي، تمام، بس عشان ايه؟ تحط اكتر من بلان لنفسك، هي مش كليه واحده، وان لما جاتش الكليه دي انا خلاص بقى حياتي كلها متوقفه على هذه الكليه. لا انا هو حرفيا عادي، انا كنت حاطه كليه طب ثم كليه اداب انتوا متخيلين بجد الترتيب البلان عندي عامله ازاي؟ فاللهم بارك، يعني اختياراتي مش مدمره حياتي، اختياراتي حياتي مستغرباها، اللي هو انت بتعملي كده ليه؟ جيت ابدا ورتبت طبعا الدنيا، وعملت جدول، عملت جدول طبعا زي ما قلت لكم، عملت جداول كتير قوي، وكانت استغفر الله العظيم يا رب. البني ادم الوحيد اللي يقدر يخلص الجدول ده البني ادم الخارق عن الطبيعه، يعني هو خارج عن الطبيعه او الخارج عن الطبيعه، اي حاجه عكس الطبيعه، تمام. فكنت بحبط بقى اكتر، تخيل انا اصلا شخص محبط، تمام، وفي نفس الوقت انا برضو انا الدروب اللي حصل لي يا جماعه مأثر فيا، يعني انا وانا قاعده بذاكر قسما بالله قسما بالله 3/4 الاوقات بكون قاعده بذاكر، يعني افتكر هذا الدروب فاقعد اعيط فاسيب المذاكره. فلو حتى برضو بعد ما بدات انا مذاكرتي ما كانتش صافيه قوي لدرجه ان انا كنت خلاص بذاكر. بس في جمله بتعصبني جدا، وهي افصل نفسك عن المشاكل. الجمله دي اللي هو يعني انا عايزه اللي هو الشخص اللي بيقول لي الجمله دي اعملها ازاي؟ ايه ده ايه ده؟ يعني انا مثلا لو نفسيتي تعبانه وعندي مشاكل هعرف اذاكر، هعرف اركز في شغلي او دراسه او ان كان؟ فانا الاثنين مرتبطين ببعض، تمام. فبس عايزه اقول لكم بجد ان هي البدايه كانت صعبه، ولكن لما بدات حسيت ان الدنيا سهله. يعني لما بدات اخلص مثلا دروس وابدا احل، ما كنتش طبعا بحل بقفل، عشان بس الناس اللي فاكره ان احنا بنحل بنقفل، لا، انت هتفضل تغلط لحد ليله الامتحان. انا عايزه اقول لكم اقسم بالله في امتحان الفيزياء، يعني خلاص بقى ليله امتحان الفيزياء الناس قاعده بتحل وتقفل، وانا لو قاعده بحل وفي افكار، ايه ده انا اول مره اشوفها في حياتي، وايه القانون ده انهي درس ده؟ فده شيء طبيعي، تمام. مش عارفه انتوا شايفيني كويس ولا ايه؟ يا رب تكونوا شايفيني كويس عشان انا مش شايفه حاجه، تمام، مش شايفاكم خالص. المهم في حاجه ثالثه او حاجه ثالثه مش فاكره، بصوا انا ما بعدش، انا بقول لكم بتكلم عادي، مش محضره حتى سكريبت ولا اي حاجه جنبي. في حاجه مهمه
وهي الدرجات برضو، الدرجات ما تحبطش منها خالص خالص خالص. يعني انت جبت درجه وحشه، المفروض ايه؟ المفروض تحس على دمك اكتر، فاهم؟ انت لو تبذل مجهود اكتر من انت بتبذله. طب انا ذاكرت الدرس ده ازاي؟ اذاكره بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي انا ذاكرت بيها، اروح اشوف الجزء اللي انا غلطت فيه واعيده تاني واذاكره تاني. ولو انا ما فهمتوش من نفسي اروح اسمع مدرس مختلف. ما تسمعش نفس المدرس، بما انك سمعته في اول مره ما عرفتش تحل، روح غير المدرس. وعلى اليوتيوب يا جماعه، انا كنت بتفرج على اليوتيوب اصلا، تمام؟ لاني انا زي ما انا قلت لكم ده موضوع تعود، ان انا اصلا طول عمري مش متعوده ان اخد دروس ولا برايفت ولا مجاميع ولا سناتر. فانا اصلا جيت ثانويه عامه اللي هو ايه الاختلاف، تمام؟ فانا اصلا متعوده على الجزئيه دي من زمان. لو انت مش متعود اصلا على موضوع الاونلاين وبتراقب وانت في السنتر، فخلاص خليك اونلاين برضو. ما انت هي بقى مراكمه بمراكمه يعني، تمام؟ فموضوع الدرجات ما تيأسش منها خالص. جبت درجه حلوه جبت درجه وحشه، انت بتتعلم من اخطائك. قشطه قشطه. مش عارفه بجد كلمه قشطه كل شويه اقولها دي. المهم، ايه تاني عايزه اتكلم؟ حاجه غايه في الاهميه. قبل ما تبدا المفروض اصلا كنت ابدا بالجزئيه دي في اول الفيديو، بس ايه يعني، ما خلاص قلت لكم مش محضره. ابدا بدايه جديده مع ربنا قبل ما تبدا بدايه. بمعنى دلوقتي الشخص نويت ان انت تبدا جد، ونويت ان انت تبدا تذاكر، ونويت ان انت ما تكسلش وما تراكمش ولا اي حاجه. يعني المفروض تبدا بقى بدايه جديده مع نفسك الاول، اللي هو بينك وبين ربنا، اللي هو انا هلتزم في الصلاه، اللي هو مش بصلي. وعلى فكره انت كده مش بتعمل حاجه كبيره يعني، انت مجرد بتصلي، ده عارف انت بتاكل وبتشرب يعني، كده انت عملت حاجه واو في يومك. بتصلي وتاكل، بتصلي وتشرب تاكل، دول 3 حاجات اساسيين، تمام؟ فالصلاه شيء مهم جدا جدا جدا. حاول على قد ما تقدر تصلي الصلاه في وقتها. انت فعلا عايز تبدا بدايه جد، عايز لو كنت تبدا بدايه جديده مع ربنا، حاول تثبت ورد من القران، صفحه واحده كل يوم. مش هتاثر معاك خالص، بالعكس ده انت وانت بادئ بقى بحس ان انا في كده راحه نفسيه، في هدوء كده نفسي. دي بعض الحاجات اللي حبيت اكلمكم عنها، وبحبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش تصلوا على النبي، كمان تدعوا لي والدي، وبحبكم في الله، والسلام عليكم.